تانية وآخر وقفة حوارية معنا. بعد غياب 5 سنوات عاد إلينا مرة أخرى ملتقى الرواية العربية، واللي إن شاء الله بيختتم فعالياته اليوم بتوزيع الجوائز على الفائزين. هذا الملتقى هو ملتقى هام جدا للرواية العربية ليحيي فكرة وجود ملتقى يجمع الأفكار من عدة دول في مصر، ويساعد على التحام واحتكاك الروائيين العرب بعضهم ببعض، وبالتأكيد محبي الرواية العربية فرصة ان هم يتقابلوا بالشباب بالمفكرين والمبدعين في مجال الرواية العربية. هحدثنا اكتر عن الملتقى، اهدافه، فعالياته، ايه المكاسب اللي عادت لمصر منه خصوصا بعد غيابه 5 سنوات، ولماذا غاب هذا الملتقى لمدة 5 سنوات. كل الكلام ده هنتكلم معاه مع دكتور عزوز علي إسماعيل، أستاذ الأدب والنقد والبلاغة، وأيضا هو مشارك بورقة بحثية في الملتقى. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. صباح الخير يا أستاذ محمد، صباح السحر. دكتور سعدنا بكم إن شاء الله. سعدنا بحضرتك. طب بداية، أين الرواية العربية الآن في ظل كل هذا الزخم الثقافي ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها؟ هل الرواية العربية، احنا ما بقناش نسمع زي زمان فكرة كلمة الرواية، يعني الرواية العربية فين هي حد في هذه الرواية العربية موجودة وبقوة وبشدة. لماذا؟ هذا الزمان هو زمن الرواية. كما نعلم أن الشعر العربي قرابة من 15 قرنا 1500 عام أو يزيد. فنحن نعلم أن الشعر العربي الجاهلي منذ أكثر من 1500 عام ظل مهيمنا على الساحة فترة طويلة جدا ل100 سنة ماضية. بدأت الرواية طبعا مع رواية الدكتور هيكل زينب سنة 1914 حتى الآن تقريبا 100 عام. على الرغم من الفترة وجيزة وقصيرة، إلا أن الرواية أصبحت هي المهيمن وهي المارد الأكبر على الساحة الأدبية الآن. لماذا؟ لأن الإنتاج الفكري الروائي في هذا الوقت إنتاج غزير ومليء بالأشياء التي تعمل العقل. وأصبحنا في فترة من الفترات المتقدمة جدا في كتابة الرواية. تلاحظ حضرتك الآن أن الروايات موجودة ولا يوجد لها مقدمات. لماذا؟ لأن خلاص القارئ العربي عرف ما هي طبيعة الرواية. هذه الرواية تتناول جانبا معينا، سواء كانت رواية سياسية اجتماعية ثقافية وما إلى ذلك. الرواية حاضرة في هذا الوقت. طبعا نحن الأمة العربية أمة الرواية، أمة الذين كانوا يقولون كان يا مكان. وطبعا الكتب العربية القديمة، رسالة الغفران لأبي العالي المعري، ألف ليلة وليلة. طب لماذا يعني أنا بتكلم على نقطة إنه حتى في هذه، يعني زي ما قلنا في الخبر اللي معانا إنه هذا الملتقى غاب لمدة 5 سنوات. لماذا؟ طيب لماذا وهذا ده ما يكونش سبب من الأسباب إنه نقول انطفأت؟ لم تنطفئ إلى حد ما فكرة إنه انجذاب الجمهور اتجاه الرواية العربية في ظل زي ما قلت لحضرتك هذا الزخم الكبير. أولا هو توقف المؤتمر من 2010 بعد ثورة 25 يناير. توقف المؤتمر نظرا للمهترات والظروف السياسية التي مرت بها البلاد وما ذلك. ولكن الآن والحمد لله وقد بدأت الأمور تستقر، بدأنا في دعوات الناس وعمل ملتقى في الروائي الذي نحياه الآن من 15 ل 18. هذا الملتقى عمل كم دولة معظم الدول العربية إلا بقلة. معظم الدول، بل في دول غربية أمريكا وفرنسا وإيطاليا مشاركة معنا في هذا، وشخصيات كبيرة. يعني عندنا الدكتور وسيم الأعرج أستاذ جامعة السوربون، الدكتور شكري المبخوت المغرب، الدكتور كمال العيادي تونس. هؤلاء الناس، هؤلاء العلام دائما يعلمون أن مصر هي الحاضنة وهي هي القمة في معظم الملتقيات، خاصة في هذا الملتقى الثقافي أنا بسميه العرس الثقافي السنوي بداية من هذا العام بإذن الله. طبعا نعلم أن هذا الملتقى بدأ في عام 2002، وطبعا وفي كل دورة وفي كل ملتقى في النهاية بيكون فيه فائز روائي يفوز عن مجمل أعماله. بتستفيدوا ازاي يا دكتور عزوز؟ يعني استفادة حضرتك كروائي عربي وبعض والروائيين المصريين ازاي بيستفيدوا من وجود روائيين من مختلف دول؟ حينما نلتقي في هذا الملتقى نحن كمثقفين وكأدباء وكنقاد نتبادل الأفكار فيما بيننا. ليس ذلك فحسب، بل ونتبادل الكتب. أنا مؤلف كتاب بعطيه لزميلي في فرنسا، زميلي في الجزائر هنا. دي تبادل ثقافات. طيب دور الملتقى بقى
الافكار المختلفه، الكل بيعرض افكاره. في عندنا موائد مستديره في الملتقى، 5 موائد، وكل الموجودين فيها طبعا اعلام في الفكر واعلام في الادب. دي الاستفاده اللي احنا بنستفيدها من وجود اخواننا العرب واشقائنا العرب، بالاضافه الى الدول الغربيه. المثقف، المثقفين من ابناء الوطن، ازاي يكون هم الملتقى ده هيرجع عليهم بايه؟ تمام. الملتقى ده حينما تقرا في الصحف يوميا عن الملتقى الدولي للروايه العربيه في القاهره، اكيد المثقف العربي هينتبه ان في هناك ملتقى وفي هناك روائيون وفي هناك نقاد موجودون في هذا المكان. هيتابع بقى الصحف ويتابع المجلات، بالاضافه الى ان المجلس الاعلى للثقافه طبعا اصدر كتيب بملخص الابحاث اللي موجوده في هذا الملتقى. طبعا المثقف لما يطلع على هذه الاشياء اكيد هيعرف ان هناك حراك ثقافي منقطع النظير في هذه الايام، خاصة في هذه الأيام التي تتواكب مع سلسلة من الأحداث واستقرار، وبدأنا بقى نشوف الأوضاع على حقيقتها في مصر. طيب دكتور عزوز، نتيجة التواصل بينكم على مدار الأيام السابقة، وخاصة أن النهاردة هو ختام فعاليات هذا الملتقى، كيف استطعتم أن تضعوا خطوات لأن تثروا هذا الجانب الأدبي الرواية العربية ككتاب أو أدباء مصريين وعرب؟ تمام. ده الكلام أشار إليه الدكتور صلاح فضل اللي هو الأمين العام للجلسة. أشار وقال إن بإذن الله تعالى لن يتوقف الملتقى سنويا، وده إن حدث طبعا أكيد ده حدث سيكون كل عام، ويحدث زخما فكريا جديدا يستفيد منه الكثيرون، سواء كان نقاد أو أدباء أو حتى مثقفين عاديين. تمام. هل ثورات الربيع العربي كان لها اثر على الروايات المقدمه في ملتقى هذا العام؟ طبعا. ويعني الملتقى هذا العام هو نتيجه حتميه. كم روايه اتكلمت، وكانت روايه من مين، واتناقشوا الروايات كثيره ونظرت ازاي؟ تمام. تمام. الروايات المقدمه في هذا المجال روايات عديده. نحن في ملتقى الروايه كملتقى نقاد للروايه، عدد الروايات وعدد الابحاث المقدمه عن الروايات فاقت كل التوقعات. يعني يكفيك تعرف حضرتك ان المشاركين يعني تقريبا اكثر من 200 ناقد من مختلف دول العالم عن هذه الروايات. انا شخصيا لي بحث مشارك به في هذا الملتقى، وعنوانه عن روايه تسمى شوق الدرويش للكاتب السوداني حمور زيادة. هذا الرجل فاز بجائزة نجيب محفوظ للرواية، وبالتالي صنع لفتة، وهي أن الأنظار بدأت تنظر إلى هذا الشخص، وبدأت الرواية تعود إلى طبيعتها إلى البلاد العربية. قبل كده كانت طيب صالح في السودان، الآن حمورة زيادة في السودان. هذه الرواية والتي تناولتها بالبحث والنقد، لما ننظر إليها يعيد لنا صياغة إنتاج التاريخ، فهي رواية تاريخية بالمعنى الشامل. استطاع الكاتب حمور زيادة أن يستلهم التاريخ، وأن يحدث نوعا من الموازنة بين بعض الروايات التي لا تتطرق من قريب أو من بعيد إلى جزئيات التاريخ، وبين العيش في ثنايا التاريخ، لأن التاريخ أصبح وكان وما زال مصدر إلهام الكثيرين بالتأكيد من الكتاب. طب يعني معلش، هو السؤال الكتاب اللي جم من دول عربية ولا دول غربية، تمام، كانوا نظروا ازاي الى ثورات الربيع العربي في مصر، تمام، في تونس، في نقول فين تاني، يعني المحاولات اللي بتتم في عدد اخر، بس هم نظروا ازاي لهذه الحالة؟ هل هي حالة من الفوضى ربما مثل ما يشير البعض، ام انها حالة ثورية؟ هناك من يقول انها حالة فوضى، ولكن فلنعلم جميعا ان الادب منذ ارسطو حتى الان ما هو الا تعبير عن المجتمع. الأدب تعبير عن الحياة منذ أن ذكر هذه المقولة أرسطو حتى الآن. أكيد بعد الثورات العربية أحدثت نوعا من الزخم الفكري، انعكس ذلك على الروايات المنشورة حاليا والتي تتحدث عن ثورات الربيع العربي وما حدث بعد الثورات من أمور للدول التي كان فيها ثورات ربيع عربي. طب دكتور عزوز، زي ما احنا عارفين انه الرواية هي مصدر للتاريخ للأجيال القادمة، ما هي محددات
الرواية العربية في ظل كل هذه الأحداث التي تعد تاريخ؟ ستكون هذه الرواية مرجع للأجيال القادمة في استشفاف أو التعرف على كل ما حدث. تمام، سؤال وجيه. احنا قبل ما نجيب عن هذا السؤال نتذكر الكاتب الإنجليزي الشهير والتر سكوت في رواياته العديدة. هذا الكاتب والتر سكوت كتب تاريخ بلاده كاملا روائيا بالرواية. جه بقى الأستاذ نجيب محفوظ تأثر بهذا الرجل فبدأ يكتب عن التاريخ المصري القديم، فكتب لنا ردوبيس وعبس الأقدار وكفاح طيبة مستلهما التاريخ الفرعوني القديم. حينما نقرأ هذه الروايات تعمل على معرفة الأشياء التي كانت تحدث في التاريخ من قبل، وتثير فينا غرائز البحث عن هذه الجزئيات في كتب التاريخ نفسه. وبالتالي يحدث نوع من التقاطعات أو الالتقاءات بين الفن كأدب وبين التاريخ كحقائق ثابتة. حينما نقرأ الرواية، يعني على سبيل المثال هناك روايات تاريخية كثيرة وهناك روايات مكانية كثيرة. يعني الأهرامات مثلا على سبيل المثال، لما الأستاذ جمال غطاني كتب متون الأهرامات، إيه اللي حصل؟ طبعا هنا المكان هو اللي أرخ للرواية وليس العكس، ولكن عند الأستاذ نجيب محفوظ أرخ هو للمكان. يعني ثلاثية نجيب محفوظ عن الأماكن بين القصرين وقصر الشوق السكري تحدث فيهم عن إيه؟ طيب تحدث فيهم عن المكان. أنا كواحد مثلا من الشرقية ما كنتش أعرف فين بين القصرين، عرفتها من خلال العمل الأدبي كمرجع، وبالتالي في أن التاريخ حاضر في هذه الأعمال الروائية. واصبح التاريخ. اتفضل. تمام، انا عايز اسال حضرتك في النقطه دي، انه انت كروائي من الافضل ان تسرد كناقد للروايه، كناقد للروايه، ان يتم سرد الروايه بشكل تاريخي بحت او مكاني حتى، ولا يتم وضعه في اطار اجتماعي زي ما عملوا الاديب نجيب محفوظ في الثلاثيه الشهيره، لانه كان اطار اجتماعي لكن داخله احداث تاريخيه، حتى انه الاجيال او حتى السن الصغير يقدر يتعرف كويس قوي على التاريخ ده من خلال اطار الموضوع فيه. الأستاذ نجيب محفوظ ده إنسان عبقري، ونعلم جميعا أن روايات الأستاذ نجيب محفوظ حاليا تدرس في معظم جامعات العالم وخاصة في إسرائيل. لماذا؟ لأن هذا الرجل استطاع أن يتوغل داخل الحارة المصرية القديمة وداخل الشخصية المصرية القديمة والأماكن نفسها. فالرواية نفسها بتعرفني كمثقف أو ككاتب أو كناقد أشياء أنا ما كنتش عارفها قبل كده، وبالتالي أحدثت نوع من الزخم الفكري الثقافي الذي انعكس بدوره على المثقف العادي قبل الكاتب أو قبل الناقد الذي يأتي إلى الرواية كي ينقدها أو كي يرى ما فيها، كما فعلت مع حمور زيادة في روايته شوق الدرويش. الرواية عرض وطلب، هل نقول الإقبال أو المبيعات للروايات المصرية على الساحة المصرية الآن تقول إنه المثقف المصري لسه بخير؟ طبعا. ولا تراجعت؟ لا، توصل حضرتك جزئية الإنترنت. لا، بتكلم على الشراء، حجم المبيعات للروايات. على الرغم من أن هناك التكنولوجيا والإنترنت وممكن تقرأ رواية على الإنترنت، إلا أن الكتاب الورقي ما زال يحتفظ بكيانه. أنا عن نفسي وشخصيا لما أقرأ كتاب ورقي أفضل من أن أطالع على الإنترنت أو الوسائل الحديثة. وبالتالي فإن الرواية الآن أو أي كتاب أدبي الآن يقرأ ورقيا كما هو يقرأ أيضا إلكترونيا. يعني تريد حضرتك أن احنا نقول هل التكنولوجيا أثرت في المبيعات مثلا على سبيل المثال؟ يعني هناك نوع من المتعة اللي بتولد لدى الشخص من خلال التصفح حتى الأوراق نفسها، يعني حضرتك تقصد كده؟ أنا أقصد التصفح كورقي، نمسك الورق. ده أنا بتكلم على حجم المبيعات للروايات الروائيين المصريين. تمام. خصوصا الشباب. تمام. تقول عليه يعني في مدى إقبال عليها ولا إقبال متوسط؟ طب أنا هقول لحضرتك على حاجة بقى. طبعا هو في مؤتمر في الأردن رايح أنا في يوم 7 القادم من 7 ل 9 أبريل عن القصة القصيرة. أنا كناقد وكباحث وجدت مجموعة صغيرة لكاتب اسمه أحمد الهواري أنا ما أعرفوش، بس هي تراجعت القصة القصيرة في مصر. هذا الزمن أصبح يعني الرواية في القمة، والقصة القصيرة تتبع الرواية مباشرة. طبعا في حاجة اسمها النوفيلا اللي هي أقل من القصة أو أقل من الرواية، ولكن القصة القصيرة هي التي تتبع الآن الرواية. اللي طبعا الرواية حجمها كبير، أحداثها كتير، لكن القصة القصيرة
حدث واحد، شخصيات تكثيف كما قال الأستاذ يوسف إدريس، القصة القصيرة طلقة رصاص تصيب الهدف أفضل من الرواية. صحيح. طب هل من خلال هذا الملتقى دكتور ممكن انه يتم الاتفاق على عمل عربي موحد؟ وتم بالفعل. يعني انه المنطقه العربيه هي تاريخها واحد ومتشابك. ممكن ان احنا نصل لهذا العمل، وخاصه ان احنا كنا متقابلين مع بعض المنتجين السينما، عملوا اتحاد المنتجين العرب، عملوا عمل عربي موحد. طيب بدايه قبل ما اتكلم في الجزئيه دي اقول لك ان الروايه دي تسمى الملتقى على شرف الكاتب الكبير فتحي غانم. تمام. على هامش الملتقى هناك لقاء، هناك افلام المبدع فتحي غانم تبث بجوار الملتقى سينمائيا. طبعا هذا الرجل صنع لنا تاريخا من الروايات، الرجل الذي فقد ظله، الافيال، بنت من شبرا قريب اتعملت مسلسل. معظم هذه الاشياء طبعا دي السينما بقى. اللي اتفقنا عليه، سؤال حضرتك بقى، الدكتور صلاح فضل قال لي احنا عايزين نعمل خارطة مستقبل للرواية العربية وللثقافة العربية. تمام. والكل أجمع على هذا الأساس، على اعتبار أن العام القادم بإذن الله كم الأبحاث المقدم أبحاث كثيرة، ولكن أراد الرجل أن تكون هناك أبحاث أكثر مما قدمت الآن، وتكون بالدقة أفضل مما قدم الآن. الرواية العربية أصبحت مصدر إلهام كثير من النقاد وكثير من الأدباء الذين يقرؤون عن الرواية العربية. ونقطة مهمة كمان يا دكتور عزوز، إن هو فكرة المصداقية، إن لما يكون عمل عربي موحد لن يسمح لأي من كان التشكيك فيه، لأنه تتفق عليه كل الدول العربية. سؤال جميل. بس ازاي هتعملوا يعني رواية؟ أكمل الجزئية دي رواية لازم فضل أقل من دي، يعني رواية يعملها أكتر. الزمن ده أصبح مشكلتي. يعني رواية يعملها كذا مجموعة من النقاد العرب، ده الاتفاق اللي انتوا اتفقتوا عليه ولا؟ لا مش رواية، هم يعني كثرة الإنتاج الروائي بقى. كثرة الإنتاج الروائي ده بيعمل على، طبعا الإبداع كثير. نحن كنقاد لم نستطع مواكبة هذا الإبداع ككل، لأن طبعا النقد الأدب. صحيح. الدكتور عزوز علي اسماعيل، استاذ الادب والنقد والبلاغه، وايضا اللي كان مشارك بورقه بحثيه في ملتقى الروايه ملتقى القاهره السادس للابداع الروائي. شكرا جزيلا لك يا دكتور. شكرا جزيلا. ولكن في نصف دقيقه، طبعا انا اسف على التاخير، كوبري 6 اكتوبر اتفضل. ذكرني لما نظرت للنيل، ذكرني بالاستاذ عباس العقاد لما قال 3 أبيات شعر او 4 عن النيل، بيقول ايه؟ يا فتيه النيل هذا النيل مستمع، ومصر ناظرة والشرق منتظر. تلك السنون، يخاطب الشباب، تلك السنون التي ذقتم مرارتها، هذا جناها فطاب الغرس والثمر. كنانة الله كم أوفت على خطر ثم استقرت، وزال الخوف والخطر. كم توالت على أرضها أمم ومصر باقية والشمس والقمر. احنا مش هنلاقي اجمل من الابيات دي هنختم بيها يومنا النهارده. بشكرك جدا دكتور عزوز، بشكرك شكرا جزيلا. ونشكركم مشاهدينا الكرام، وده كان يومنا النهارده من هذا الصباح، وقدمنا لكم العديد من الاخبار والموضوعات. بكره يوم جديد وفريق عمل جديد. الى اللقاء.